مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا نعمل المندي في البيت زي بره واحسن ان شاء الله، بمعنى الكلمه زي بره واحسن. الوصفه دي او الطريقه دي وصلت المندي معايا زي اللي بنجيبه من بره حوالي 95%. جربوها ان شاء الله. من الاخر انسوا اي طريقه للمندي عملتوها او هتعملوها، وانا نفسي هنسى اي وصفه عملتها كده قبل كده للمندي. صدقوني الوصفه دي قريبه جدا للمندي اللي بنجيبه من بره، زي انتوا بشويه مكسرات زي ما انتوا شايفين كده. وعملت سلطه دقوس وقطعت بصل جنبه. عايزه اوريكم اللحمه، شوفوا اللحمه دايبه جدا، دايبه دايبه دوب زي ما بيقولوا. كانت خرافه. براكن مصر قدامكم اهو، لا سحر ولا شعوذه. يلا بينا على الطريقه. بس قبل ما نبدا، يا ريت اذا عجبكم الفيديو ان شاء الله ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. يلا بينا. انا هعمل المندي في الحله الضغط. عندي حله ضغط وليها مصفى او شبكه. الشبكه لها مستويين، مستوى منخفض ومستوى مرتفع. خلاص انا هحط اللحمه على المستوى المرتفع. وعندي هنا كتف ضاني فصلته من بعضه. والتتبيله بتاعته تتبيله بسيطه جدا، عباره عن ملح ولون زعفران او زعفران الاصلي، بس ده طبعا غالي ومش عندي اصلا. جبت بودره زعفران وشويه ملح وحطيت عليهم شويه ميه ودوبتهم كويس، ولبست جلافز طبعا عشان الالوان دي. ابتدي بقى امسج الكتف كويس بالخليط اللي احنا عملناه ده. مش هنحط اي نوع من التوابل، مجرد الملح وبودره الزعفران. هدعك الكتف كده بالخليط ده من فوق ومن تحت، ومش هعمل فيه اي فتحات. احطه بقى في الحله او في الشبكه، واحط والطبقه الدهنيه اخليها من فوق. يعني طبقه الدهون الكبيره دي اخليها من فوق. تمام كده. حطيته في الشبكه. هقفل بقى عليه كويس وهرفعه على النار بدون اي سوائل. تمام. شايفين بقول لكم انا ما حطيتش معلقه ميه. رفعته على البوتاجاز وعلى نار عاليه، واول ما اسمع صفاره اوطي العين واسيبه يستوي. خد حوالي ساعتين الا ربع تقريبا. فتحت عليه بعد الساعتين الا ربع. شايفين جميل ازاي؟ تحفه تحفه بجد. انبهرت بالطريقه. طريقه تحفه. اللحمه شوفوا عامله ازاي بجد بجد. تحس ان بنكهه اللحمه الطبيعيه بدون اي تابل فيها. هرفع بقى الشبكه واوريكم السوائل. شفتوا السوائل اللي نزلت من اللحمه؟ انا هعمل الرز في الحله دي، بس مش هحط كل السوائل دي على الرز. صفيت السوائل، وكنت ناقعه كوبايه ونص من الرز، حطيتها عليها. وحطيت عود قرفه، وحطيت كام حبهان كده في خل حطيتهم، وقرنفل ولوري. وهزود كوبايه ونص من الميه. تمام. واظبط الملح بتاع الرز واقلبه كويس. واحط شبكه واحط ثمره فلفل حامي، وحطيت شبكه اللحمه عليها واقفل عليها برضو يستوي. خد حوالي 10 دقايق، من 10 ل 15 دقيقه. وهنا بخرت اللحمه بحته فحمه. يلا بقى نغرف. خلاص الرز استوى اهو جميل. برفع كل حاجه فيه عشان ما احطهاش في التقديم. غرفت الرز وحطيت عليه الكتف، وبزينها بشويه مكسرات. كانت تحفه. جربوها ان شاء الله تعجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.